إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سلام المسيح مع الجميع. النهاردة هنتكلم في الحلقة الأخيرة عن مدخل إلى دراسة العهد الجديد. النهاردة هنحكي عن سفر الرؤيا، وهو السفر النبوي وآخر سفر في أسفار العهد الجديد. قبل ما نبدأ ادعمنا بلايك واعمل شير للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتب لنا في التعليقات رأيك. ولو حضرتك مشاهد جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من إشعارات القناة الجديدة. خلينا نبدأ ونخش في صلب الموضوع. النهاردة هنحكي معلومات كتير. محتوى سفر الرؤيا بينقل لنا بصورة رمزية حتمية إظهار دينونة الله العادلة على كل البشر، وإن الحل الوحيد هو في يسوع المسيح، الحمل الذي رفع خطايا العالم، وضرورة الاستعداد لمجيء المسيح الثاني كديان عادل، والحديث عن عصور الاضطهاد للكنيسة، وفي الأخير بيقدم العزاء في الحياة الأبدية مع الرب يسوع. ده ملخص سريع لسفر الرؤيا. وإن كان سفر الرؤيا من أصعب الأسفار لأنه بيتكلم بصورة رمزية وبيحتاج لشخص دارس ومتعمق عشان يفهم معاني السفر بيتكلم عن إيه، إلا إنه اللي يدرك معاني السفر ده يعرف كمية العزاء اللي فيه، وأيضا كمية الرهبة من دينونة الله العادلة. خلونا نحكي شوية بقى عن كاتب سفر الرؤيا. في المدخل للعهد الجديد للقس فهيم عزيز في الصفحة 649 بيقول: مؤلف الكتاب يقول الكاتب عن نفسه أنه يوحنا، وذلك في 4 أمكنة. يقول عن نفسه: أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. وقد انقسم العلماء قديما وحديثا فيما بينهم عن من هو يوحنا هذا، هل هو يوحنا الرسول تلميذ المسيح أم أنه شخص غيره، وهل هو نفسه كاتب إنجيل يوحنا أم أنه شخص آخر. ولكن قبل أن ندرس رأي التقليد والدراسات الحديثة لنعرف ماذا يقول الكتاب عنه. بعدين بيسرد الآتي: مع أنه يطلق على نفسه اسم يوحنا، لكنه لم يشر من قريب أو بعيد على أنه واحد من الاثني عشر، ولكنه يرغب أن يسمع القراء كلمته ككلمة نبي، ومع ذلك لا يذكر أبدا أنه كان نبي، بمعنى أنه كان في مركز كنسي سابقا على كتابة كتابه هذا. يعني قبل ما يكتب كده هو بيؤكد على أنه كان في مركز كنسي، ويلوح أنه صار نبيا في الوقت الذي دعي فيه ليكتب كتابه. عشان يكتب السفر الله دعاه أن هو يكتب الكتاب ده. وقد جاءته الدعوة في جزيرة بطمس التي تقع على الشاطئ الغربي من آسيا الصغرى في مقابل جزيرة مالطا، ولعله كان منفيا هناك لأنه وضع من أجل كلمة الله، من أجل شهادة يسوع المسيح. ومن واقع خطاباته إلى الكنائس السبعة، وركزوا في الكلام ده، نرى أنه كان يعرف أحوال الكنائس هناك معرفة عميقة، مما يدل على أنه كان من سكان تلك المناطق، أو أنه عمل هناك لمدة تكفي لأنه يتعمق في الظروف الداخلية والخارجية. يعني شخص يعرف الكنائس اللي هو بيكتب ليها هذا السفر. وليس ذلك فقط، بل كان يتمتع بسلطان واسع في هذه الكنائس. ده مش بس شخص يعرف الكنائس دي، ده شخص ليه سلطان كنسي، لأنه يتكلم بكل الشجاعة ويدون دون تردد على الخطايا والغلطات التي تظهر في الكنائس دي، ويهددهم أن لم يتوبوا فالله سوف يعاقبهم. فمن هو يوحنا هذا الذي يكتب سفر الرؤيا؟ فبيتضح من شخصية الكاتب أن شخص له سلطان كنسي، شخص يعرف هذه الكنائس، شخص يكتب، ومن كلامه يتضح أنه كان ليه مركز في الكنيسة قبل أن ينتفي إلى جزيرة بطمس. أعتقد كلكم فهمتوا مين المقصود هنا، لكن خلونا نستسرد أكتر. بيقول أولا يوحنا الرسول. هناك شهادات قوية تقول أنه يوحنا ابن زبدي التلميذ والرسول، وتبنى هذه الشهادات أو تبنى هذه الشهادات على الأمور الآتية: شهادات الآباء المبكرين، ودي الأدلة الخارجية اللي تثبت أن يوحنا ابن زبدي هو كاتب سفر الرؤيا، كشهادة جاستن مارتر اللي هو يوستينوس الشهيد، إذ يقول: رجل منا اسمه يوحنا أحد رسل المسيح تنبأ في رؤيا أعطيت له أن الذين يؤمنون في مسيحنا سيسكنون في أورشليم 1000 سنة. الكلام ده قاله في حواره مع تريفو. ثم يكمل قوله: وبعد ذلك تحدث القيامة العامة، أو تحدث القيامة العامة الأبدية لكل الناس، وسوف تكون الدينونة. وفي أواخر القرن الثاني الميلادي كتب أحدهم ضد مارسيون اللي هو ماركيون
في مقدمة إنجيل لوقا بأن كاتب الرؤيا هو يوحنا الرسول. دي شهادة أخرى بجانب شهادة جاستن ماير. وقد صادق على هذا الأمر إيريناوس وترتليان. إيريناوس ده اللي هو أبو التقليد الكنسي، والعلامة ترتليان، وكليماندس السكندري، وهوبوليتوس الروماني. وفي أحد فقرات تفسيره لإنجيل يوحنا يقول أوريجانوس، العلامة أوريجانوس برضه، أن يوحنا الرسول كتب سفر الرؤيا وإنجيل يوحنا. دي الأدلة الخارجية اللي تثبت أن يوحنا هو اللي كاتب سفر الرؤيا. وبيكمل وبيقول: وهناك أشياء داخلية في الكتاب نفسه يصعب تفسيرها إذ لم يكن يوحنا الرسول نفسه هو الذي كتب الكتاب، فسلطانه على الكنائس ومعرفة الكنائس به تشير بالضرورة إلى شخصية لها وزنها كيوحنا الرسول. وإلى جانب ذلك عدم نسبة كتابه إلى شخصية قديمة كالرؤيويين اليهود تدل على أن الكاتب قوي ومعروف وله سلطان نبوي رسولي، فإحساسه بأنه إنسان موحى إليه وأن كتابه يجب أن يوضع في مصاف الكتب المقدسة بحيث يجب ألا يزاد أو ينقص منه زي ما اتقال في رؤية 22، وأنه هو شخصيا معدود من الأنبياء، وأنه يعطي الدرج اللي هو الكتاب ويأكله مثل الأنبياء عند دعوتهم للنبوة، وده حصل مع أشعياء النبي في العهد القديم. هذا كله يدل على أن هذا الشخص له سلطان النبوة الذي يقف على قدم المساواة مع الأنبياء القدامى كأشعياء وأرميا وهوشع وغيرهم. وبيستكمل كلامه بيقول: ولا يمكن أن ينسب شخص هذا إلى نفسه إن لم يكن في مركز رسل المسيح. يعني شخصية الكاتب اللي موجودة في سفر الرؤيا بتبين لنا أن هذا الشخص لابد أن هو يكون واحد في مركز رسل المسيح، وبيقول عن نفسه أنه هو يوحنا، فمين هو غير يوحنا الرسول؟ طبعا القصة فهم عزيز استسرد في بعض الدراسات النقدية الحديثة اللي بتطعن في الرأي ده وبتقول يوحنا مش هو الكاتب، لكن كلها آراء ليست بقوة الأدلة الداخلية والخارجية التي تثبت أن يوحنا تلميذ المسيح هو كاتب سفر الرؤيا. وعلى كل حال سفر الرؤيا وكل أسفار العهد الجديد هي مكتوبة في القرن الأول الميلادي من عصر الرسل، هي كتب من العصر الرسولي الأول، فده لوحده كافي يثبت لنا موثوقية هذه الكتب. كونها موجودة في القرن الأول وكتبت في القرن الأول في وقت شهود العيان وفي في ذروة الكنيسة الأولى، ده لوحده ضامن معيار ضامن لسلامة هذه الكتب وعدم تزويرها أو انتحالها. في النهاية عزيزي المشاهد، أتمنى تكون السلسلة عن مدخل لدراسة العهد الجديد كانت نظرة عامة على أسفار العهد الجديد تكون أفادتكم. ملخص سريع عن مين كاتب الأسفار، كاتب أسفار العهد الجديد، محتوى هذه الأسفار بيتكلم عن إيه، تاريخ كتابة هذه الأسفار. فأتمنى تكون السلسلة دي أفادت الكل. في النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير على مواقع التواصل الاجتماعي واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وأشوفكم على خير، وسلام رب يكون مع جميعكم.